دعوني أقرأ لكم هذه الرواية. هذه الرواية ذكرها المحدث المرندي في كتابه نور الأنوار. نور الأنوار مطبوع على حدة، ومطبوع مع كتاب آخر عنوانه مجمع النورين للمحدث المرندي، فهناك طبعتان للكتاب. نور الأنوار مطبوع على حدة، ونور الأنوار مطبوع ملحقا بكتاب مجمع النورين وملتقى البحرين للمحدث أبي الحسن المرندي رحمة الله عليه. أيضا الرواية موجودة في بيان الأئمة للشيخ زين العابدين النجفي الجزء الثالث صفحة 168. موجودة أيضا في الكتاب المبين للكرماني، موجودة في مصادر عديدة أخرى. فإذا خرج القائم من كربلاء، فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف، الكلام السابق كان الإمام متجه باتجاه النجف، وخرج عليه جيش السفياني. انتبهوا لهذه الرواية والروايات التي بعدها ستكتمل الصورة، لأن الروايات السابقة كل رواية ذكرت لقطة معينة. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه. من أين هؤلاء؟ بين النجف وكربلاء يوجد الأزهر أو توجد المؤسسة الوهابية. هذه المنطقة من الذي يقطنها؟ الخوارج. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه. فيقول الذين حوله من المنافقين، هناك في جيش الإمام من المنافقين، وسيتضح هذا حينما نستمر في الروايات. ومرت الرواية يوم أمس في قضية يوم الأبدال، كيف أن مجموعة من شيعة أهل البيت في جيش الإمام من أشياع آل محمد كما عبرت الرواية يلتحقون بالسفياني. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه. فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. هؤلاء شيعة، هؤلاء أصحاب تاريخ، هؤلاء مراجع زعماء، خدماتهم جليلة وكبيرة على الأمة. مثل هذا الخرط الموجود الآن نفس الشيء، إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح. تلاحظون الآن يتحدث عن نجف مبنية في زمان الأئمة، لم تكن النجف مبنية، النجف فيها بناء. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة، المراد من باب النخيلة من جهة النخيلة،
محاذي قبر هود وصالح استقبله. لاحظوا هذا الاستقبال، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة يريدون قتله، يريدون قتل الإمام. هذا هو استقبال الشيعة في النجف لإمام زمانهم. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه، من النجف، من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة يريدون قتله، فقتلهم جميعا، فلا ينجى منهم أحد، فلا ينجو منهم أحد، فلا ينجى منهم أحد. عبارة فلا ينجى أبلغ من فلا ينجو. فلا ينجى يعني حتى الجريح لو حاولوا علاجه فإنه لن ينجو، فلا ينجى منهم أحد. 70,000 من الشيعة من الكوفة من النجف، هؤلاء جاءوا لقتل إمام زماننا. هذه القضية قضية متأخرة بعد قضية السفياني، غير تلك الجموع التي خرجت للإمام مع السفياني.